في نهاراتنا الكثيرة عندما ندير رؤوسنا ونلتفت نرى لونا واحدا، نتأمل قليلا فنجد ألوان الطيف. التعدد يؤول إلى لون واحد عندما يكون صافيا. كذلك سوريا البلد العظيم جاءته جموع تطلب حضنا دافئا، فاستقبل هؤلاء، أحبهم فأحبوه، وأقاموا فيه منتجين فاعلين ينشرون المحبة في كل طرف. هذا المساء مع ألوان من الفنون الشركسية، كلمات تعطينا معالم ونماذج نسمع ونرى ونتابع، فنكون في حفل هو الوطن ونحن جميعا كل واحد. لذلك نود أن نستمتع وأن نتأمل أنفسنا ونحن كل واحد أمام مستقبل لسوريا العظيمة ولآفاق لا تحد أمامها. يقدم الكلمات الفنان الأستاذ إدار جودة رئيس الجمعية الخيرية الشركسية، وسنتابع معه، وإثر ذلك ستتتابع النماذج الفنية التي تدهش بلا شك وتسر كل من يتابعها. أهلا بكم معنا في جمعيتكم في جمعية العاديات. أستاذ إدار تفضل، وأهلا بكم جميعا. مساء الخير. بداية أتقدم بالشكر لمجلس إدارة جمعية العاديات ولكل من ساهم في لقائنا هذا. نستهل لقاءنا بمعزوفة يقدمها الفنان محمد قبان على الأكورديون، داني صادق على البربان، لاشين جودة على الخشج، طبعا من عازفي فرقة الفلكلور الشركسي الجمعية الخيرية الشركسية. قراءة في الفلكلور الشركسي. تاريخه
ثقافته وتولاد. يعبر الفلكلور الشركسي عن ثقافة وعادات وتقاليد للشعب الشركسي، إذ يعكس في كثير من جوانبه بعضا من العادات التي كانت معيشة ومتبعة قديما ضمن أدبيات وأخلاقيات اجتماعية معينة. وقد جلب الشركس معهم ثقافتهم وتراثهم ومفاهيمهم الأخلاقية والاجتماعية منذ توافدهم إلى بلاد الشام والبلدان المجاورة عام 1864 نتيجة لظروف قسرية مرت بهم في ذلك الوقت، حيث أقاموا في عدة قرى وبلدات في سوريا في أرياف كل من حلب وحمص ودمشق ووسطها وحتى الجولان. الرقص عند الشركس قديم قدم حضاراتهم، وكان وما يزال لغة للتواصل والتعبير عن أفكار وعادات اجتماعية تبعا لتقاليد أدبية أخلاقية معينة من خلال حركات تعبيرية راقية. وكان في البدايات عبادة وابتهالات للأرباب لتدرؤ عنهم أخطار الطبيعة والكائنات الشريرة ولتجلب لهم الخير والبركة، مثلهم في ذلك مثل أقوام الحضارات الأخرى في العالم القديم. فمنه مثلا كان الرقص الطقسي الدائري حول الأشجار المقدسة تضرعا إلى رب الغابات ورب الرعد لحمايتهم من الصواعق وإلى طلب الغيث. تطور الرقص الفلكلوري عند الشركس مع مراحل تطورات الحياة الاجتماعية والفكرية والاقتصادية بجميع مظاهرها عبر آلاف السنين من تاريخهم الطويل، معبرا عن العديد من العادات والتقاليد التي كانت متبعة ومعيشة إلى جانب عدد من القصص الأسطورية والوجدانية التي رافقت مختلف العصور من هجرة وحروب ووداع وفقدان أحبة. كما أصبح مصدرا لفنون الفلكلور لأقوام كثيرة من جيران الشركس في منطقة القفقاس آنذاك. وتحفل وسائل التواصل الاجتماعي حاليا بالعديد من تلك المقالات والقصص الوجدانية المختلفة والرقصات والمقطوعات، سواء كلوحات أكاديمية راقصة أم كأفلام وثائقية وأرشيفية. ويعتبر الرقص الشركسي في الأصل طقسا أو عبادة تعرف التوسل إلى الرب، وهو عبارة عن حركات ولوحات وشعائر ابتهالية مرفقة بأدعية وترانيم تعبر عن طلب الإنسان العون والرعاية والحماية والبركة والنعمة من الأرباب الافتراضيين. وهي طقوس مارسها الشركس في مواسم ومناسبات عديدة كثيرة، مثل رأس السنة والاعتدال الربيعي والخروج للفلاحة ونهاية موسم الحصاد والصيد وتقديس الأشجار والغابات ومناسبة خروج الفرسان للحرب وحدوث الصواعق والرعد والأمطار ومباركة الخصب والمواشي والأنعام وغيرها. آمن الشركس بشكل مبكر ومنذ أكثر من 2000 عام قبل ظهور المسيحية والإسلام بوجود إله واحد قادر على كل شيء، من خلال اعتقادهم بالرب الكبير حشور، من خلال فلكلور هو خلاصة فكرية مجسدة لثقافة أمة ذات طابع وحضارات قديمة عمرها آلاف السنين، ما قبل الوثنية ثم الوثنية ثم تعاليم الأديان التوحيدية. وقد ترافق التدرج الاجتماعي والاقتصادي والتطور الحضاري في تاريخ الشركس مع الترقي الروحي للطقوس والشعائر الروحية والدينية التي شذرتها المؤثرات الحياتية وأفرزتها الضرورات الاجتماعية والحيوية وممارسات شعبية ممزوجة بمجمل حياة الأمة لتتحول بالتدريج إلى وسيلة تعبر عن مخزون أمة عاشت مدا وجزرا في وجودها وحريتها وخاضت غمار حروب وصراعات لا تحصى عبر تاريخها الطويل، وسيلة تعرف اليوم بالرقص الفلكلوري، حيث يجسد الرقص الفلكلوري خلاصة الحياة الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والديناميكية واللياقة البدنية والمشاعر الروحية والأحاسيس الإنسانية والعواطف
وكل ما غرسته الأساسيات الأدبية الشركسية الأدقى كارزة في الإنسان الشركسي. الأدقى كارزة اختصار مفهومها بتمثيلها لكل راق ورفيع المستوى من السلوك وسمو الأخلاق والتعامل مع الآخر وفق الآداب الاجتماعية السامية والراقية. الرقص الشركسي شعبيا وأكاديميا. تجدى الإشارة بداية إلى ضرورة التفريق بين الرقص الشركسي الشعبي الذي يؤدى في مختلف المناسبات والأعراس والحفلات من جهة، والرقص الأكاديمي بأسلوب اللوحات الراقصة المعبرة الذي تقدمه الفرق الفنية الشركسية على خشبات المسرح من جهة أخرى. لكن لنلقي أولا نظرة سريعة على مكونات الزي التقليدي والآلات الموسيقية التراثية. الزي الشركسي تم تصميمه بما يتلائم مع ظروف الشركس ومعيشتهم وطبيعة بلادهم، فلباس الرجل صمم للفارس والمقاتل، والذي يتألف من الرداء الخارجي الذي يصنع من قماش سميك ذي لون واحد سكري أو أسود أو خمري، وينتقل اللون الأسود للمحاربين ويصل إلى ما تحت الركبة، وعلى صدره توضع أصابع البارود يمينا ويسارا، وهو مفتوح من الأمام ويزر عند الخصر بأزرار قماشية من اللون نفسه. أما الأكمام فطويلة حتى الركبة ولكنها ترفع حتى المرفق، وهي مفتوحة من الأسفل والداخل، ثم القميص بنوعيه السميك والرقيق، ثم السروال والقبعة الباء، والزنار مع الخنجر القامة، والحذاء الجلدي ذي الرقبة الطويلة أو القصيرة دون كعب، ويضاف إلى ذلك غطاء الرأس الذي يرتديه كبار السن على الغالب. أما لباس النساء فتم انتقاؤه بشكل مكمل لباس الرجال، فيتسم بالأناقة والحشمة على حد سواء، ويتألف اللباس من الرداء الخارجي المفتوح من الأمام والمزرزر عند الخاصرة ومن الأمام بسلاسة أزرار ذهبية أو فضية، والأكمام ضيقة حتى المرفق، ثم تبدأ بالتوسع والطول حتى ما تحت الركبة مفتوحة من الطرفين من الأسفل، مغطاة بنقوش ذهبية أو فضية غاية في الفن والجمال والذوق. والرداء طويل ويكاد يلامس الأرض، وتحته القميص الشتوي أو الصيفي الموشى بالنقوش الذهبية أو الفضية، لأنها ستظهر من خلال فتحة الرداء الخارجي، ثم الثوب الذي يلبس تحت القميص، ويمكن أن يستعاض عنه بتنورة طويلة مزركشة، ثم القبعة وغطاء الرأس، ثم الزنار الذي يصنع من المعدن المغطى بنقوش ذهبية أو فضية جميلة، وأخيرا الحذاء صناعة يدوية محلية من الجلد بلا كعاب عالية. الآلات الموسيقية الشركسية. من الآلات الموسيقية التراثية الشركسية الأساسية أولا الأكورديون الأدقابشنا، وهو متعدد الأنواع، منها ما هو تقليدي ذو صناعة يدوية، ومنه ذو أصابع وكبسات دائرية الشكل وهو الغربي المعروف هلا كلياتنا بنعرفه الأكورديون. الإيقاع يشبه الطبل ويدعى البربان اللي هو قدامنا. آلة المصفاق الخشبي الخشش الصبية كان عم تعزف عليه. وهناك شتابشنا وهي كالكمان تشبه الكمان قطعة وتصنع من خشب الجوزي ذات شكل نظري، والناي الشركسي القاميل. لا نجي على الرقص الشركسي. الحلقة الدائرية الشعبي. لما كان أغلب التجمعات الشركسية عبارة عن قرى، كان الإعلان عن إقامة حفل الرقص ودافعه ومكانه وتوقيته يتم بأسلوب سلس ويسير، حيث يقوم فتية وشباب من أهالي الحفل وأقربائهم بدعوة كبار السن والوجهاء في القرية لحضور الحفل. ولما كانت للمرأة مكانة خاصة في المجتمع الشركسي، يقوم الشبان وفي بادرة احترام وحرص عليهم بزيارة الفتيات ودعوتهن لحضور الحفل، حيث يتم وبعد موافقة الأهالي إيصالهم إلى مكان الحفل ومن ثم إلى منازلهم بعد انتهاء الحفل كما هي العادة. بينما لا يحتاج الشبان إلى الدعوة المباشرة لحضور الحفل،
حيث يعتبر الحفل لجميع الشبان. ومن أخلاقيات التقاليد في المجتمع الشركسي مراعاة المشاعر في حال وفاة أحد أفراد المجتمع، حيث يتم تأجيل المناسبة أو قد يقوم أهل الفقيد بإرسال مندوب عنه حاملا رسالة شكر شفهية للمراعاة مشفوعة بضوء أخضر لإقامة الحفل. ويغلب أن تكون ساحة الرقص في باحة دار العائلة صاحبة الحفل أو المناسبة، أو في إحدى ساحات البلدة إذا كان الحضور كبيرا. ولعل أهم إجراء يسبق البدء بالحفل هو تسمية شاب للحلقة كمنظم أو عريف، وفتاة مديرة مساعدة له، ويعرفان الحتياقة. ولكن قد يحدث ذلك حين يكتمل الجمع فيقترح الحضور المديرين يعني الشاب والصبية اللي يديروا الحفل بشبه الإجماع، وتقع على عاتق المديرين الآنفي ذكر مسؤولية كبيرة تتمثل في تنظيم الحفل والتدقيق في أصغر تفاصيل قواعد وأصول الرقص بما يتفق مع العادات الخابزة الشركسية، وتقع على عاتق المدير مسؤولية أكبر من المديرة، إذ يفترض به أن يكون ملما بكل صغيرة وكبيرة، وإلا فعليه اللجوء إلى حماتا الحفل كبير الحفل اللي موجود الأكبر سنا وجاها لطلب المشورة ونقل أي أمر طارئ إليه. ينتظم المشاركون في حلبة الرقص وقوفا في صفين على شكل قوسين، بحيث يكون فيه صف الشباب والرجال إلى يمين صف الفتيات حسب القاعدة الصارمة بهذا الشأن، ومنطلقها العام وجوب كون الرجل مهيئا لمساعدة المرأة بيمينه أولا، وتحاشي توجيه رأس القامة الخنجر الشركسي باتجاه المرأة ثانيا، إذ يتمنطق الرجل بالخنجر أي القامة عادة ورأسه موجه جهة اليسار ومقبضه جهة اليمين، ويقف حماتا كبير الحفل صف الشباب قريبا من حماتا كبيرة صف البنات التي تكون عادة أكبرهن سنا وقدرا، ويتم ذلك عفويا وبدون ضجيج وتحت مراقبة الحتياقة الذي لا يجد صعوبة في ذلك، لأن كل فرد يعرف مكانه في الصف عمريا واجتماعيا. يفتتح الجوق بما معناه الحفل عادة برقصة زفاقة رقصة اللقاء الأول يؤديها منظما الحفل المدير والمديرة، كما يختمانه برقصة مناسبة يفضلانها. وبعدها يدعى حماتا كبير الحفلة صف الشباب للرقص مع حماتات كبيرة الفتيات صف البنات. يقوم المدير بعدها بتقديم الراقصين كل بدوره، وقد يمسك بذراع الراقص ويقف به قريبا من صف الفتيات، حيث تقوم المديرة بدورها بإخراج الفتاة حسب الدور من الصف لتقدم مقدار خطوتين أو ثلاث وتقف، حيث يبتعد المدراء إلى صف الشباب والشابات، ويقوم الشاب بأداء التحية للفتاة معبرا عن حمايتها وعدم المقاطعة من أي من الشبان الآخرين بمقاطعة تلك الرقصة، وذلك بالالتفاف حول الفتاة عن يسارها إلى خلفها ليعودا عن يمينها متراجعا إلى وسط الحلبة ليصبح أمام الفتاة وجها لوجه مبتعدا عنها عدة خطوات استعدادا لبدء حركة الرقص الأولى. يتضمن الجوق عادة عدة رقصات مثل رقصة الزفاف المعروفة بالقافة أيضا، وهي رقصة اللقاء الأول، حيث يتم الحوار في حضرة اللقاء الأول بحركات متقابلة وتقاربات وتباعدات وجه لوجه مع تبادل المواقف وفق الموسيقى الخاصة بها بين الشاب والفتاة، فيبدي الشاب رغبته لهذا التعارف والتقارب، وتبدي الفتاة الإيجاب وتبادل الحوار من خلال أدائهما. ورقصة الششن أو سلوك الفرسان وتتضمن حركات تعبر عن القوة والفروسية والدفاع عن الحبيبة والأرض والأم من قبل الشاب، وعلى إيقاع سريع بحيث تتضمن تحديا بين الفتيان في أسلوب أدائها. أما الرقصة الختامية التي تعلن انتهاء الحفل عادة فهي رقصة الوفاق الوجه، ويؤديها أكثر من زوج من الجنسين، حيث يتقدم أول شاب مع أول فتاة مستعدة للرقص، ويمسك بكفها الأيسر ويقود إلى حلبة الرقص، ويتبعه زوج ثم أزواج، ويرقصون كلهم معا وفق ثنائيات متتابعة،
وتتضمن حلقة كبرى متناسقة مع أنغام الموسيقى الخاصة بالرقصة. وفي ختامها يقوم الشبان بإيصال الفتيات كل منهن إلى مكانها مع تحية لهن بانحناء رأس خفيفة تقديرا لهن من الشباب. وعلى الطرفين في جميع الأحوال أن يحرصا على أن لا يدير أحدهما ظهره للآخر حتى في حركة اللف والدوران، حيث يتحركان بتزامن دقيق يجنب الفتاة توجيه ظهرها للشاب بقدر الإمكان، بحيث تبقى الأوجه متقابلة إلا إذا تطلب الرقص والدوران، كما يجب عليهما أن لا ينطقا بأية كلمة أثناء الرقص. وبعد رقصة الحقيقة النهائية يكون انتهاء الجوك بإلقاء كلمة من قبل حماتا كبير الحفل أو ممن يطلب منه ذلك، وتتحدث عن مناسبة الحفل والثناء على أصحابه وكافة الحضور، مع الكثير من التوجيهات والإرشادات ذات الطابع التربوي والأخلاقي، مع ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي الشركسي وما يستجد من أمور أسارها الحفل. ومن مهام مقيمي الحفل القيام بإيصال كل فتاة إلى دارها بصحبة أكثر من شاب وفتاة مع الشكر والامتنان لأهلها. ننتقل إلى الرقص الشركسي الأكاديمي. حرص الشعب الشركسي على الحفاظ على تلك الثقافة الفلكلورية الآنفة الذكر بمفاهيمها الدقيقة ومدلولاتها الحضارية والاجتماعية والتعريف بها وتقديمها للعالم من خلال تأسيس فرق منظمة لتؤدي لوحات تعبيرية لكل رقصة تحمل المعنى الأساسي للرقصة ومدلولاتها الاجتماعية، سواء كانت تلك الفرق أكاديمية محترفة أم هاوية، وفي مختلف أماكن تواجدهم، سواء في الموطن الأصلي في القفقاز أو في البلدان التي أقاموا بها، ومن خلال الجمعيات والنوادي المنتشرة في تلك البلدان. ومن أهم الفرق الأكاديمية المحترفة التي ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي في القفقاز فرقة نالمس وفرقة كبردينكا، كما أنشئت فرق أخرى لاحقا وجميعها تتبع لوزارة الثقافة في كل من جمهورية الأدغية وكبردينا بلقار وقرشاي تشرشيرسك وأبخازيا، حيث شاركت تلك الفرق في العديد من المهرجانات العالمية والدولية، وقامت بالتعريف بثقافة الشركس وبالمفاهيم الاجتماعية والفلكلورية والقيم الأخلاقية لأنفة الذكر من خلال لوحات جماعية أو أفرادية إيمائية تعبيرية، كما سبق لها أن زارت سوريا مرات عدة في مهرجانات مختلفة. بغية الحفاظ على ثقافة الأجداد وتلقينها ونقلها للأجيال، حرصت جمعيات المواد الشركسية المنتشرة في بلاد الشام وأوروبا وأمريكا وغيرها على تأسيس العديد من الفرق الهاوية التي قدمت وشاركت في دورها في المناسبات المختلفة والمهرجانات في تلك البلدان. ومنذ تأسيسها عام 1958 الجمعية في سوريا، حرصت الجمعية الشركسية بكل فروعها على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والمهرجانات التي دعيت إليها من خلال فرق تطوعية وخيرية وأجيال عديدة من الراقصين والمدربين والعازفين الذين عملوا تطوعيا بهذا الهدف، حفاظا على ثقافة الأجداد والتعريف بها ونقلها إلى الأجيال القادمة، بما يساهم في غناء كل المهرجانات التي شاركت تلك الفرق بها ثقافيا وفنيا. ومن خلال لوحات راقصة قدمت فرق لأنفة الذكر تعريفا لمختلف المفاهيم المذكورة في فقرة الحلقة الشركسية كرقصة اللقاء الأول ورقصة سلوك الفرسان ورقصة الوفاق وغيرها الكثير من الرقصات الأسطورية ورقصات مختلفة للقبائل الشركسية التي حملت مفهوم التحدي والفروسية، إضافة إلى المرح والاحتفال بمختلف المناسبات، إلى جانب عدد كبير من الأغاني التراثية والمرسيات والمؤلفات المختلفة. نظر على بعض اللوحات الأكاديمية. رقصة اللقاء الأول زفاكو القافة تعبر عن الحوار الأول كما أسلفنا وفق أدبيات معينة، ويتم تقديم تلك الرقصة أكاديمية من خلال لوحة جماعية تؤدي فيها الحركة الأساسية بشكل متقابل ومتجانب وتقاطعات معينة بين الشباب والشابات خلال لوحة تقللها رقصة أفرادية يجسدها الشاب وفتاة قبل الختام. وغالبا ما يؤدي الراقص الفردي الرقص على رؤوس أصابع القدم،
وليس المشط كما العادة، وهو يعني تقدمه الحوار الأول والتعارف ممتطيا صحوة جواده، لتختتم اللوحة بعد ذلك بخروج وتحية من كل شاب للفتاة القرينة له خلال اللوحة. رقصة سلوك الفرسان الششن. يؤدي الشبان تلك الرقصة وفق إيقاع سريع بأداء جماعي يعبر عن القوة والفروسية والتحدي والحدة، وتتخللها حركات إفرادية تعبر عن قيم الفروسية وأخلاقياتها في الدفاع عن الأرض والأم والحبيبة والأسرة. وقد تتضمن تلك اللوحات مشاركة الفتيات أو بدونهم. رقصة الخناجر الشركسية. رقصة القامات. استعراض الخناجر بشكل متقن يعبر عن روح الفارس الشركسي في هذا الفن وعن براعته القتالية في استعراض الرقص بالخناجر الشركسية كفن يحمل معاني التحدي والقوة. رقصة الفتى إسلامي. رقصة فردية تعبر عن قصة أسطورية بين فتى اسمه إسلام قام بأداء حوار راقص معين مع محبوبته، مستلهما حركاتها وإيقاعها وبحركة دورانية تبادلية من حركة نسرين كان يطيران في السماء بتناغم جميل. رقصة الوفاق الوجه. عبرت سابقا عن مناسبات عديدة، فمنها كان الاحتفال بالحصاد أو التضرع للآلهة وغيرها، ولكن عبر العصور وبعد ظهور الأديان استمرت مفهومها عن قمة الوفاق بين الشاب ومحبوبته بعد الوصول إلى قمة الهرم في العلاقة العاطفية، حيث تؤدى بعد التشابك بالأيدي وتؤدى أيضا بشكل تبادلي وتقابل وتقاطعات، لكن يغلب فيها دور الحلقة الكبرى التي تتشابك فيها الأيدي جميع الراقصين مؤدي اللوحة. رقصات تعبر عن التحدي والمرح لدى بعض القبائل القوقازية مثل رقصة لقرش الوبق، وهي تعبر عن التحدي بين الفتيان والفتيات على رؤوس الأصابع الأقدام بشكل متقابل ووفق دوران متناول. رقصة أرسينيه وأبسوار للأباظة الأبقاز، وتحمل أيضا تحديا مرحا بين الفتية والفتيات، حيث تتميز كل رقصة وكل قبيلة بتناغم ولحن خاص وإيقاع خاص. عذرا إن أطلت. تفضل أستاذ عبده، عنا شوية إسقاطات هيك وشغلات على اللوحة، نتابع هيك نشوف هذا. تفضل أستاذ عبد الله النزوح مدرب الفرقة الشركسية يتابعنا الأمور. مساء الخير. كما تفضل الأستاذ إدار باستعراض الفلكلور وتاريخه، نلقي نظرة على الزي الشركسي، مفهوم الرقص الشعبي ومفهوم الرقص الأكاديمي. الزي الشركسي كما أسلف أستاذ إدار، الرداء الخارجي، أصابع البارود على طرفي الصدر مثل ما الشباب موجودين لابسين، القامة اللي هو الخنجر الشركسي، الحذاء الجلدي المصنوع يدويا ويمكن الوقوف على رؤوس الأصابع بثني الأصابع للخلف وليس على المشط. كل لون يعبر عن مناسبة، مثل ما تفضل أستاذ إدار. اللون الأسود كان يعبر عن الحروب ويستخدم بالحروب. أيضا طبعا في مثال فارسين بالزي الحربي الكامل مع السيف الشركسي اسمه السشقة، الشراقوة اللي هو المسدس، القامة والأصابع البارود والعتاد كامل الحربي. على اليمين القامة اللي هو الخنجر الشركسي، وعندنا المسدس الشركسي، وأصابع البارود اللي كانت تزين صدر الفرسان، أو بالأحرى كانت تستخدم في الحرب. غطاء الرأس
اللباس يلي تفضل فيه الاستاذ ايدار بيستخدموا بعض كبار السن. هون الشباب بشكل استعراضي برقصات معينه بيلفوه حول امام الصدر بيجدل. نظرة على لباس الفتيات بشكل سريع: الرداء الخارجي، الرداء الداخلي، الزراير الذهبية، والباوا يعني غطاء الرأس أو القبعة. ألوان متعددة بحسب المناسبة وحسب اللوحة لما عم نحكي عن فرقة أكاديمية. الآلات الموسيقية الشركسية: الأكورديون منه ما هو الكلاسيكي كما تفضل أستاذ إيدار، الغربي اللي نحن كلنا بنعرفه، الأصابع الدائرية أو الأصابع الدائرية في صناعة يدوية خاصة بمنطقة القفقاز. البربان الطبل يوضع على الركبة ويعزف عليه باستخدام أطراف الأصابع بشكل يحافظ على بشكل منتظم، يحافظ على لحن المعزوفة. آلة المصفاق الخشبية بالعربي هي نحن اسمها بخاتشج، مصنوعة من الخشب، ويعني مصفاق بشكل تصفيق يوازي اللحن الشركسي ويكون منتظم مع اللحن مع الإيقاع بالضبط. آلة الشتشبشنة وهي مثل الكمان، عمودية الشكل، يعزف عليها بشكل عمودي، مصنوعة من خشب الجوز بشكل مغزلية الشكل. كانت بشكل تصنع بشكل يدوي، وغالبا ما تكون بالأساس الأوتار مؤلفة من وترين مصنوعين من ذيل الحصان. الناي الشركسي اللي هو يدعى قامل. كما تفضل أستاذ إيدار عن الموضوع، الحلقة الشعبية اللي هي تؤدى بالأعراس بالمناسبات بعادات وتقاليد معينة وطقوس معينة واحترام لكبار السن والوجهاء والمرأة على حد سواء، والفتيات اللي بيكونوا ضيوف الحفل. ننتقل على الرقص الشركسي الأكاديمي. الحقيقة كما يتم تلقين الإنسان علوم معينة وعادات معينة بشكل فطري في الصغر، كان الرقص الشعبي يتم تعليمه بشكل أسروي عائلي يؤدى بين العائلات والمناسبات الشعبية. فبرزت حكاية الحفاظ على الفلكلور من خلال مرجعية دائمة هي الفرق الأكاديمية والأكاديميات المعنية بهذا الأمر، اللي هي الفرق الأكاديمية المحترفة بمناطق القفقاز حاليا، المناطق الممتدة بين البحر القزوين والبحر الأسود. يعني الفرق هي فرق محترفة، موظفين لدى وزارة الثقافة، رواتب نظامية، هوايتهم أو بالأحرى حرفتهم هي الحفاظ على هالفلكلور بشكل أكاديمي، بشكل مرجعي دائم، بشكل يتقدم بشكل محترف لكل الأجيال والحفاظ عليه. طبعا عدة فرق من هالفرق الأكاديمية المحترفة زارت سوريا في عدة مهرجانات وعدة مناسبات، وهالشيء معروف. طبعا في سوريا والأردن والبلاد المجاورة تأسست كثير من الجمعيات الخيرية. الغالبية العظمى من هالفرق اللي تأسست للحفاظ على الفلكلور وتقديمه ومشاركة فيه بكل المناسبات ونقله إلى الأجيال الأصغر والأجيال الناشئة هي فرق هاوية. في جمعيات بتكون النشاط هذا نشاط ثقافي فلكلوري خيري يهدف إلى الحفاظ على التراث من الضياع، يهدف إلى نقله إلى الأجيال الناشئة مثل ما أسلفت، وبالتالي كمان المشاركة بكل المهرجانات وتقديمه للشعوب الأخرى من خلال المهرجانات محاولة إغناء المهرجانات. طبعا كل رقصة تقدمت بشكل لوحة بأصول معينة بتفاصيل معينة بمدلولات معينة، كل رقصة على مدلولات معينة. الزفاف كما تفضل كمان أستاذ إيدار، القافة اللي هي رقصة اللقاء الأول.
بحوار اللقاء الأول ما في أي لمس بين الشاب والفتاة، ما في أي كلام، وإنما بيتم الحوار من خلال موسيقى معينة بتفاصيل معينة، بالتقارب وتباعد إلى المنتصف. ولكن بحالة اللوحة الأكاديمية هناك صفوف تؤدى بشكل متقابل وتقاطعات معينة. هلا هون قدامنا الرقصة الإفرادية، بعد ما أنهت الفرقة التشكيل الجماعي، عم ننتقل للرقصة الإفرادية. نلاحظ على رؤوس الأصابع عم تتأدى. اللقاء الأول لما يصير على رؤوس الأصابع يعني عند الشركس معناه الفارس عم بيتقدم لهالحوار على صهوة جواده، هو موجود على صهوة جواده. أيضا هون صورة من التقاطع اللي حكينا عليه لهالرقصة. هي رقصة اللقاء الأول، رقصة الأمراء، تؤدى بشكل استعراضي. أيضا نزرع على الأفرادي على رؤوس الأصابع، وهي الصورة من حفلة جرت بحلب عام 2008 لما زارتنا فرقة المس الأكاديمية. رقصة الششن سلوك الفرسان هي رقصة القوة والتحدي والحدة، بتتخللها حركات إفرادية تعبر عن التحدي بين الشبان. ممكن الفتيات يشاركوا فيها، ممكن ما يشاركوا فيها. كمان الفرق الأكاديمية والهاوية قدموها بشكل متتالي وغيروا فيها كثير، ولكن ظلت محافظة على هويتها التراثية. نستعرض بعد شوي مشاركة فرقة حلب بأحد الحفلات بهالرقصة هي. رقصة القامة، رقصة الاستعراض الخنجر الشركسي، تعبير عن البراعة في استخدام السلاح، في استخدام الخنجر الشركسي. نلاحظ بالصورة الأولى في عم يحاول يلتقط المنديل بدمه بحيث إنه القامة ما يشد ببطنه. هذا أحد التحديات اللي مورس عند الشركس، عند شباب الشركس. كمان رقصة القامة واستعراض الرقص مع الخناجير. رقصة الفتى إسلام هي رقصة الحب، رقصة النسر، رقصة تلي رقصة القافة في التعبير. هي رقصات دورانية سريعة أسرع من إيقاع القافة أو الزفاف أول وحدة. بيتم الحوار فيها بشكل متقابل متناظر بأربعة النص وبيتراجعوا. تقول القصة الأسطورية أن استلهمت من فتى اسمه إسلام، وهو على فكرة اسم علم عند الشركس من زمان. شاف نسرين عم يطيروا بشكل معين وعم يتقاربوا بالسماء لبعض ويبعدوا، فاستلهم منها هالرقصة وأداها مع محبوبته، ونسبت الرقصة فيما بعد إليه وسميت إسلامية. وللعلم في فرقة كاملة اسمها إسلامية تعنى بالغناء الأوبرالي وبعض الرقصات الأخرى. رقصة الوجه، رقصة الوفاق، هي رقصة قمة العلاقة، الهرم العاطفي بين الشاب والفتاة. كما أسلف الأستاذ إدار كمان هي كانت لها عدة أنواع عديدة وعديدة جدا. رقصة التضرع إلى الآلهة، رقصة إله الرعد، رقصة كبير الآلهة، رقصة إلى آخره بهذيك الأيام. ولكن مع ظهور الأديان بعد أكثر من 2000 عام اقتصرت على المعنى العائلي والمعنى الأسري اللي هو بيعبر عن قمة هرم العلاقة العاطفية. وحتى الشاب بيمسك ايد الفتاة وبيرقص معه، يمكن الحوار بيناتهم بالكلام ايضا. كمان صور على رقصة الوجه. في رقصات عن القبائل الشركسية الثانية عبرت عن التحدي المرح، عبرت عن التحدي باللياقة، مثل الشعوب اللي سكنت سواحل البحر الأسود، مثل شعوب قبيلة اسمها اليوبخ. في عنا الأبسني والأبسوال والأباظة اللي هن الأبخاز. كمان بعض من هالصور اللي كمان هون بحلب وبالشام، هذول الفرقة الأكاديمية لما زارت سوريا 2008. صورة من رقصة الأبخاز أباظة أبسني اللي قدمتها فرقة المس الشهيرة. صورة من مشاركة فرقة حلب
هي رقصة الوجه بالمناسبة، رقصة الوفاق تقدمت من قبل فرقة حلب بشهر تشرين الماضي بمناسبة حرب تشرين التحريرية. صورة من رقصة الوجه الشاشن عفوا اللي هي رقصة القوة بفقرة الإفراديات. مشاركة من الفرقة كمان بصالة الأسد يوم حفل تحرير حلب بالذكرى الثانية. أخيراً وليس آخراً، شكراً لمتابعتكم. تحية من فرقة حلب ومن جمعية حلب وباسم الفرقة الفنية وكادرها الفني بشكركم. وحنستعرض حالياً بعض الفيديو اللي بيحكي عن لوحة الشاشن، نتأمل ينال إعجابكم. اللوحة هاي تقدمت بمسرح دار التربية بالفيلات برعاية اليونيسف بحفل خيري ب 29/12/2018 الماضي. بتمنى تعجبكم.
الخناجر الشركسية، رقصة القامة. هالفقرة من فرقتنا المس الأكاديمية.
شكرا لكم ولحسن إصغائكم. تحية لجمعية العاديات، شكرا على هذا اللقاء. لحظات بنكون مع عرض حي الأستاذ إدار جودة، حاب يعرفكم بشكل مباشر على رقصة اللقاء الأول ورقصة سلوك الفرسان بشكل حي من قبل العازفين والشباب وصبايا النشاط. لحظات بنكون معكم. شكرا جزيلا. أنا بس بتمنى يكون استمتعتوا معنا. لقاء جميل بلا شك، والكل يتطلع إلى حفل أكبر إن شاء الله. لنا لون في الأربعاء القادم يتعانق مع هذا اللون، لون عربي بآلات أخرى، فنلتقي الأربعاء القادم مع حفل موسيقي في جمعية العاديات. وعندنا يوم السبت اجتماع الهيئة أو الجمعية العامة
في الساعة 12، فأهل الجمعية يأتون إلينا والضيوف أن نرحب بكم دائما، وهذا هو التعاون الجميل والوطن الواحد ووطن المستقبل إن شاء الله. لا يا اخواننا بس ما تقوموا ثواني، في هدية من العازف تبعنا، خاتمة راح تكون، فخلونا نسمعها.